الاولمبي لو خرج بسببه. يعني انا بقول لكم اهو، لو المنتخب الاولمبي خرج هيبقى بسببه. سوء التنظيم وسوء الاعداد وكل الكلام ده. نيجي على ماتش الاهلي. طبعا الماتش بدأ وسام ابو علي جاب جون. يعني انا عايز اقول ان الجون دوت هي دي الحاجه الوحيده اللي الشوط الاولاني رد فعله فيه لعيبه بتبقى على خط الجون وبتضيعها، زي موديست وزي لعيبه تانية كتير. فده رد فعله، لا اتعزم ولا حط الكرة لا، ده حط الكرة ببطن رجله في القائم ودخل الجون. طيب نرجع بقى شوية ملاحظ بقى. النهارده هنتكلم على شوية ملاحظ. النادي الاهلي خد الدوري ومبروك وخلاص وزي الفل وتمام التمام، ده من ماتش بيراميدز الاولاني. طيب الملحوظة الاولانية النهارده، انا بقول للحكم بتاع النهارده والفار والمخرج، الكلام ده موجه ليهم الثلاثة. الكرة بتاعت امام عاشور اللي هو الجون الاولاني، مش عايز تجيبها من قريب ليه؟ عشان هي فاول. طب دي لو لسيراميكا كنت عدتها مرة واثنين وعشرة. ليه؟ عشان تقول له ان الكرة فاول زي ما حصلت قبل كده الماتشات الاخيرة اللي فاتت دي. يعني وريها لنا نشوفها اذا كانت فاول ولا مش فاول. والراجل قاعد قدامك ربع ساعة بيتعالج، يعني الراجل ما بيتدلعش واتشال على النقاله وخرج. طب الفار حضرتك تعالى قول له تعالى يا كابتن شوف، بس الحكم نازل وهو مصمم زي في ضربه الجزاء كده. وربنا اي حاجه للنادي الاهلي احسبها يا عم، ما الاهلي هيكسب والاهلي خد الدوري حتى لو خسر النهارده. يعني لو خسر النهارده الاهلي واخد الدوري، والله واخد الدوري، الموضوع منتهي. بس هي المشكله ما تخلوناش ان احنا قاعدين الناس تقول لك ايه اهو ده واخد الدوري بالحكام، وفي ناس تانية. طب وليه؟ طب ما تحكم يعني حق ربنا اديه للناس. انا بقول لك دي لو للسيراميكا كنت هتعدوها؟ لا، ده في واحده فاول لامام عاشور ما فيهاش حاجه، لما وقع قام جاي يصفر. واحده تانية لكريم فؤاد رجليه اتفركت، بس مش امام، عشان مش امام عاشور مشى اللعب. يعني واحده لامام عاشور ما فيهاش حاجه، الاثنين عملوا عليه ضغط، هو اللي خبط رجله في الاثنين وقام جاي واقع. فبعد ما عدت قام جاي يصفر، اصل ده امام، فقام جاي يصفر ومدي فاول. رجع الثانيه كريم فؤاد في واحده رقص وعدى اتفركت رجليه، عشان مش امام قام قال له لا العب ما فيش فيها حاجه، مع ان دي فاول والثانيه مش فاول. نيجي على ضربه الجزاء الشوط الثاني. الملحوظه، هو حسب ضرب، اول ما اتعملت حسبت ضربه جزاء قلت والله العظيم هيحسبها، طالما ان هو نفر عروقه كده والصفاره كانت هتتفرتك من النفخه، قلت والله لو راح للفار هيحسبها. فعلا الفار قال له تعالى ما فيهاش حاجه، واخد بالك، لان الرجل الثانيه، عارفين الرجل الثانيه بتاعت كريم فؤاد في ماتش بيراميدز، الرجل الثانيه اللي قال لك ايه لا 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 مش ضربه جزاء، هنا قال لك لا اصل دي للنادي الاهلي فضربه جزاء. طب ليه بتقرفونا ليه؟ يعني حتى الفار قال له تعالى هي ما فيهاش ضربه جزاء، فهو راح وهو مصمم ورجع وقام عمل فيلم مع كولر وعمال مش عارف ايه وهو جاي ايه. طب وبعدين نجيب لك ولاد ابو سليم؟ يعني نجيب لك ولاد ابو سليم تاني؟ انتوا عرتونا والله العظيم، عرتونا ومسكتوا الدوري وبوظتوا الدوري وخليتوا الدوري بقى الاهلي هيكسب، ما هو جاب الجون الثالث وجاب الجون الرابع، والله هيكسب. بس انتوا ليه بتشككوا؟ بتخلي الناس اللي قاعده اللي هي يعني عندها حس كروي ان الراجل بيجامل النادي الاهلي. هو انت ايه يعني لما الاهلي يتعادل؟ بس هيكسب، بس يكسب حلال بقى. وهو النادي الاهلي مش طرف، انا بتكلم على الحكام وبتكلم على الفار وبتكلم على المخرج اللي هو راح جابها له من زاويه. ما هو انا بقى الفن بقى، خلي بالك المخرج اللي كسب الاهلي النهارده في الجون الاولاني وضربه الجزاء هو اللي خلاهم عليوا. الاهلي برضو مش طرف، عشان تفهموا الاهلي مش طرف، بس احنا بنقول عايزين حاجه نظيفه، مخرج نضيف، فار نضيف، حكم نضيف، ما كنتش اتضرب عند ولاد ابو سليم، واخد بالك، وعايزين نتفرج على كوره، عايزين بقى نتلاشى الحاجات دي السنه اللي جايه.
والله والله الاهلي واخد الدوري من ساعه ضربه جزاء حسين الشحات اللي اتحسبت. والله خلاص الموضوع منتهي خلاص. انتوا بقى ليه عايزين تخلصوا والله هيخلص وكان هيكسب النهارده. انت عارف لو هو الفاول ده الجول الاولاني اتحسب فاول وضربه الجزاء ما اتحسبتش، والله كان هيكسب.